اللعبة اللي هتكلم عليها النهاردة هي لعبة ذا سابتشر المخرب من نشر EA وتطوير دايناميك ستوديو. اللعبة دي يا جماعة أنا بحبها جدا لأنها تعتبر طفرة وقصة جديدة ومختلفة مشفناش في ولا لعبة قبل كده، وده غير الجيم بلاي جامد جدا، تحسه كده GTA على سيزن كريد على هيتمان مع بعض، وده غير التفاصيل الكتيرة جدا جدا اللي بتخلي اللعبة واقعية وتحس إن أنت بتلعب حاجة نضيفة مش أي لعبة كده. وبس كده مش هطول عليك، خلينا ندخل على القصة. بنبدأ ببطل اللعبة اللي بيكون اسمه شون، وهو بيبقى ميكانيكي سيارات ومسابق سيارات اسكتلندي عايش في فرنسا هو وصاحبه. بيجي لشون فرصة انه يشارك في سباق مهم جدا هيخليه يثبت نفسه كمتسابق، وفعلا شون بياخد عربيته وبيروح للسباق، بس بيشارك معاه ضابط ألماني وده بيكون الشرير الأساسي في اللعبة دي اسمه كيرد ديكارد. بيبدأ السباق وبيكون ممتع جدا. خلاص شون بقى في المركز الأول وقدامه خط النهاية، وبيجي كيرد ويضرب نار على عربيته ويخليه يخسر، وكيرد بيكسب السباق. بيقرروا شون وصحابه إن هما يمشوا وراه لحد بيته، وبيتصاحبوا هما الاتنين وبيدخلوا جوا بيته ويسرقوا عربيته ويرموها في البحر، بس للأسف بيتمسكوا. كيرد بيعذبوا هما الاتنين وبيضرب أعز صاحب عند شون، وهنا مسار اللعبة بيتغير 180 درجة. شون بيعرف يهرب من المكان وبينضم للمقاومة الفرنسية ضد الألمان علشان ينتقم لصاحبه ويوصل لكيرد وينتقم منه. الجيم بلاي تقدر تلعب بطريقتين وهما التخفي والفايتنج. التخفي انك تقدر تتسحب وتاخد لبسهم عن طريق ان انت تضربهم بايدك، علشان لو معاك سلاح وضربتهم بيه اثر الطلقة هيكون في لبسهم والالمان هياخدوا بالهم وهيقبضوا عليك. بس بيبقى فيه عداد حوالين الميني ماب، لو زاد بيعرفك لو في حد شكك فيك ولا لا، يعني مثلا لو جريت لو طلعت سلاح عملت حاجة غلط فهم يشك فيك. ولما بيعلى الأعلى حاجة الجندي بيطلع صفارة ويصفر عشان ينبه اللي حواليه. نفس نظام الشرطة بيكون في GTA اللي بتكون نجمة، هنا بتكون عندك ألارم واحدة، يعني نجمة واحدة أو قضية واحدة. مش لازم تخاف يكون بالضرب بالإيد بس، انت ممكن يبقى معاك سلاح وعليه كاتم عشان ما يطلعش صوت. تاني طريقة اللي بيكون فيها أكشن ومتعة أكتر هي الفايتنج. انت مش بتحتاج انك تتسحب، انت على طول بتدخل وبتضربهم، ودي بتكون ممتعة أكتر. الأسلحة اللي موجودة في اللعبة كتيرة ومتنوعة جدا، تقدر تشتريها من البلاك ماركت. في لعبة أساسن كريد تقدر تتسلق المباني، وبرضه في اللعبة دي تقدر تتسلق المباني، وهي شبه أساسن كريد في التخفي برضه. وفي GTA تقدر إنك تسرق أي عربية أنت عايزها، ولو عجبتك تقدر تحفظها في الجراج. واللعبة فيها 52 نوع مختلف من العربيات، وعلشان تعمل مهمات في اللعبة دي فأنت لازم تروح لناس عشان تحل مشاكلهم وتشوف هم عاوزين ايه، وده نفس الكلام اللي بيحصل في GTA. وفي تفصيلة جامدة بستغرب ليه مفيش ولا لعبة عملتها، الأماكن اللي بيكون فيها معسكرات بتكون بالأبيض والأسود، ولما بتحررها المناطق بترجع ألوانها. الأبيض والأسود في المناطق دي مش شكل وخلاص، دي بتعرفك شعور الناس والحزن اللي موجود في المناطق دي. وأول مرة يظهر فيها الفلتر ده لما صاحب شون اتقتل، اللحظة دي الألوان بتختفي بتتحول للأبيض والأسود. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك اعمل لايك. سلام.